ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده حلقه جديده من حلقاتنا في انا والمشاعر. 4 حيل عقلي بيلعبهم معايا لما بكون داخله على خطوه جديده في حياتي وناويه اخد قرار، والقرار دوت انا رابطاه بان هو هيكون مصدر الم بالنسبه لي. فعقلي بيبتدي ان هو يعمل بعض الحيل كده اللي تخليني ابتعد عن فكره ان انا اخد الخطوه دي، لان بالنسبه له الخطوه دي هتتسبب له في الم وهو مش عاوز يتألم. فيبتدي كده يعمل بعض الحيل اللي تخليني طول الوقت ابعد عن ان انا اخد الخطوه دي او اخد القرار الجديد ده في حياتي. اول حيله هي التسويف، وطبعا اشهر مثال على حيله التسويف ديت الدايت. طول الوقت نقول ان شاء الله يوم السبت الجاي انا هبدا دايت، اصل النهارده حصل حاجه فان شاء الله لا بكره هبدا دايت، السبت هبدا دايت. واغلب الظن ولا بكره ده بيجي ولا السبت دوت بيجي، وتنيني الف حوالين نفسي، ومع الاسف انا واقفه عند نفس النقطه. طيب، ايه تاني غير التسويف؟ تاني حيله هي حيله جلد الذات. جلد الذات بيبقى هنا زي كأنه مسكن كده أو مخدر، بيخليني اتخطى فكره ان انا مش قد ان انا اخد الخطوه ديت دلوقتي. فابتدي ان انا اقول لنفسي ما انا لو كنت شخصيه اقوى من كده كنت خدت الخطوه دي. ما انا لو كنت شخصيه مش ضعيفه وبتفكر كويس كنت زماني خدت الخطوه دي. ما انا لو كان عوامل الحسم عندي اعلى من كده شويه وكنت زماني اخدت الخطوه دي. وابتدي ان انا اجلد واهين في نفسي علشان ابعد عن الخطوه اللي هتسبب لي في الم. طيب، ايه الحيله الثالثه؟ الحيله الثالثه بقى هو ان العب دور الضحيه. ما هو انا لو كنت اتربيت تربيه مختلفه عن التربيه دي كنت زماني دلوقتي قدرت اخد القرار. ما هو انا لو كنت في بيئه مختلفه عن البيئه دي كنت زماني دلوقتي خدت الخطوه بسهوله. ما انا لو لاقيه دعم من اصحابي من اهلي وكلهم واقفين في ظهري كان زمان الخطوه دي عدت عليا بمنتهى البساطه. طيب، ايه الحيله الرابعه؟ الحيله الرابعه بقى ان انا افعل وضع عم ضياء كله ضايع. والله مش فارقه، الوضع دوت زي الوضع التاني وكله محصل بعضه. يعني ما هو يحصل ما كلنا ميتين، يلا ايام وبتعدي. ال4 حيل دول عقلي بيلعبهم معايا عشان يبعدني عن مصدر الالم ان انا مفهماه ان انا داخله عليه وهو الخطوه الجديده او القرار الجديد. طيب، اعمل ايه بقى عشان امنع عقلي ان هو يدخلني في الدوامه دي او ان انا اقع في فخ الحيل ديت؟ بمنتهى البساطه اعمل فوكس على ايه يا ترى المكتسبات اللي في الوضع الحالي، واللي هي اغلب الظن هتلاقي مفيش مكتسبات في وضعك الحالي الا ما كنتش هتبقى ناوي ان انت تاخد قرار او خطوه جديده. طيب، وايه اللي انا بخسره طول ما انا واقف في النقطه اللي انا واقف فيها دلوقتي؟ انا بخسر طيب، ويا ترى ايه هي المكتسبات المحتمله من الوضع الجديد اللي انا داخله عليه؟ واركز قوي 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 في المكتسبات المحتمله من الوضع الجديد اللي انا داخله عليه، وايه اللي انا بخسره كل يوم وانا واقفه في النقطه اللي انا واقفه عندها. فبالتالي هنا انا بعدت عن عقلي فكره الالم اللي هو داخل عليه، فهيساعدني طول الوقت ان انا اتخطى حاجز اللي واقف بيني وبين ان انا اخد قرار جديد، وبالتالي ابعد عن الحلقه المفرغه اللي انا طول الوقت بلف فيها وفي نفس الوقت انا واقفه في نفس النقطه ما بتحركش. واشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله.